السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة الوفاق الفضائية، ومرحبا بكم في برنامج نافذة. نافذة اليوم نفتحها على رحلة الموت للشباب الإريتري. فالشباب الإريتري يلقي بنفسه بالصحاري والقفار والمحيطات والبحار بحثا عن حياة. فإريتريا اليوم أصبح الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. في إريتريا اليوم ماتت فيها كل آمال وأحلام وطموحات الشباب، فلا تعليم ولا فرص عمل ولا صحة، فضلا عن أن تكون هناك حريات. في إريتريا ما أن يبلغ الطفل 10 سنوات حتى يبدأ في التفكير جديا في رحلة الموت والهروب من الوطن. فإريتريا اليوم أصبح فيها الموت البطيء، إما أن تموت جسديا أو أن تموت روحك في جسدك الحي. فنظام السخرة والعبودية داخل الوطن لم يترك فرصة للشباب أو للاختيار. ولعل أبلغ وصف في ذلك ما قالته لي إحدى الأخوات عندما سألتها عن أحوالهم. قالت: الحمد لله أنني ما زلت بكامل قواي العقلية. في البدء نشكر الأخ أحمد لأنني وجدت صعوبة كبيرة في أن أجد من يتبرع من الشباب ويشارك المجتمع في همومه وطريقة لجوئه هذه، ولكن للأسف وجدت صعوبة شديدة إلى أن وفقنا الله مع الأستاذ أحمد. فنرحب بأستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا أن أكون هنا معك اليوم دكتور سعاد، وبشكر جدا قناة الوفاق الفضائية وبرنامج نافذة. أهلا وسهلا بك. أستاذ أحمد، قبل أن نبدأ ونتحدث بطريقة الهجرة واللجوء، أريد أن أسألك ما الذي جعلك أن توافق في أن تظهر صوتا وصورة بينما أحجم عنه رفاقك؟ والله يا أخي، بالنسبة لي سؤال بديهي جدا، مش هياخد منه وقت عشان أرد عليه. بس الشيء طبيعي حصل عليا. فالمشكلة إنه الواحد مثلا يروي صوت وصورة، مع إنه المفروض أصلا يتروي من زمان أو يكون توثيق وحاجة زي كده. فما عشان الواحد يمدح ويشوف ويروي للناس الحاجات اللي هو مر بها والدليل لما يكون بصوت وصورة يكون أقوى من إنك يكون مثلا شيء مستعار أو حاجة زي كده. نعم، لكن أنت وافقت بينما آخرون رفضوا. ما السبب؟ لماذا يحجم الشباب؟ هل هو خوف أو ربما البعض منهم لديه مواقف موضوعية ومقبولة من الناحية الأمنية، أو ربما لديه أهله أو أقاربه، ربما هذا يكون مفهوما. لكن البعض يكون قد الحمد لله انتهى ومضى على لجوئه ربما سنوات كثيرة، ولكنه أيضا يحجم. مش عارف بالضبط ايه هو، بس ممكن يكون يكون في الخوف، يكون مثلا الواحد بيقول لك مثلا يا اخي انا لو حكيت قصتي او عملت شيء ممكن ما يكون منها في اي فائده، او ما في حد ممكن بياخذها كعبره مثلا وحاجه زي كده. فدي من الاشكاليات انه الواحد ممكن ما يتجرأ هو نفسه، او مثلا يعمل بنفسه مثلا لقاءات مع ناس زيكم كده. فاظن في الخوف، في كمان اذا هو مثلا اتكلم عن الحاجات اللي حصلت عليه مثلا بيجيه مثلا مشكله على اثر ذلك، عرفتي؟ فدي الاشياء مثلا هو مجرد خوف ربما. مش خوف كمان، بس في طبعا اشكاليات كثيره جدا، منها الخوف، منها الخجل، منها مثلا هو مش قادر مثلا يحكي قصته مثلا زي ما هو ممكن حصل له مثلا بالضبط. احيانا كمان في المشاكل النفسيه، انه واحد جسديا اوكي هو تمام وكل شيء، بس ممكن عقليا او حاجه زي كده ممكن عنده يكون مشاكل، فمش فاهم الحاجات اللي لسه ممكن هي بتتخيل له او حاجه زي كده. صحيح. نعم. أستاذ أحمد، لو تعطينا نبذة عن نفسك وتشرح لنا ما الأسباب التي دعتك أو جعلتك أن تفكر في الخروج من إريتريا. تفضل. طيب، بالأول الاسم أحمد آدم أحمد، من مواليد مدينة حقات في إريتريا. أنا درست
في إريتريا يعني لحد الصف ال11. والمفروض يعني الصف ال12 يعني عمله في ساوا، اللي هي يعني كل يمشي لها كله شاب إريتري. بس أنا قبل ما أروح على ساوا يعني كان في بعد طبعا في إريتريا الدراسة هي يعني فترتين، في الفترة الأولى قبل الامتحانات اللي هو في النص، وفي فترة ثانية بعدها يكون في الشهادات. فبعد ما عملنا الفترة الأولى يعني وبعدها عملنا امتحانات، الفترة الثانية أنا ما كملتها اللي هي تبدأ في شهر 2، وبعد شهر يعني في شهر 3 أنا رحت من السودان. فالمفروض في 2013 شهر 7 المفروض أنا أنزل ساوا، بس ما حصل لأن أنا رحت في شهر 3 للسودان. دي السيرة المختصرة. بالنسبة يعني للأسباب، إذن هو كانت فكرة الخروج تسابقا مع الزمن قبل أن يأتي موعد ذهابك إلى ساوا معسكر التجنيد الإجباري. بالضبط. نعم. التسابق مع الزمن، التسابق مع ساوا زي ما بنقول يعني، عشان الواحد بدل ما يروح على ساوا ويضيع سنة أو يخسر من عمره سنة، أحسن بيروح لمكان بياخذ فيه حريته وبيعمل فيها اللي هو عايزه. فواحدة من الأسباب اللي خلتنا إن إحنا نهرب من إريتريا، مش أنا الوحيد يعني كل الشباب بصفة عامة، اللي هي مثلا يعني ما عندك الحرية اللي أنت عايزها، ما بتقول اللي أنت مثلا عايز تقوله، ما تكتب الشيء اللي أنت عايزه. يعني هناك الحياة هي ماشية بخط مستقيم واحد تحت النظام مثلا قمعي، لا يعرف لك حرية ولا أي حاجة. فدي ده شيء اساسي انه الواحد يعني لازم بيفكر في تغيير جذري او تغيير لنفسه مثلا، على الاقل اذا لم يقدر مثلا انه هو يغير مثلا المجتمع او الحاجات اللي حواليه. فالمشكله للاسف نحن يعني وجدنا حل انه ممكن يكون في الهروب، لكن للاسف الواحد لما يجي هنا بيعرف انه الحل ما كان في الهروب. ف يعني من الاسباب اللي هي عدم الحريه، عدم السلام، عدم الامان. يعني انت في بلدك تعيش مغترب. يعني مثلا انا جندي في اريتريا، بشوف اهلي مثلا من سنه سنتين حاجه زي كده. يعني ممكن لو انا هنا في اوروبا، لو اهلي في السودان مثلا، ما اقدر اعمل الحاجه، ممكن انزل في كل 6 شهور. فانت في بلدك مغترب، ما عندك حريه صلاه، ما عندك حريه معتقد، ما عندك حريه الراي. يعني الحاجه اسمها حريه في اريتريا ما عندنا لها. طيب هذا الإحساس، هل كان لديك هذا الإحساس وأنت داخل إريتريا، أم استوعبت الوضع بعد أن وصلت إلى الغرب؟ الاحساس بالداخل موجود، كون انك يعني انت ما عندك الحريه، بس ينقص اللي هو مثلا يعني كيف تطالب الحريه، يعني كيف تطالب بحريتك مثلا. انا عارف ان انا مثلا في اريتريا لو عشت ما حيكون عندي اي هنا يعني. ده طبعا من احساسي انا، بس ما بعرف الطريقه كيف، او اقول يا اخي ما كان عندي وعي كامل انه انا اكون في اريتريا إذا واحاول اغير. ليس صحيحا وليس كما يروج له البعض من أن الشباب يخرجون فقط بسبب أمور اقتصادية، أو أنهم يطمحون لتحسين مستواهم الاقتصادي أو المادي. لو جينا في المشكله الاساسيه، ده كلام مش صحيح، او يعني فيه جزء من الهناج، وده كمان يرجع للجانب السياسي، اللي هو مثلا انك انت يعني انا مش ما عندي مشكله ان اشتغل في بلدي، وما عندي مشكله خالص، بس المشكله اشتغل كيف يعني، وانا مطلوب مني اروح مثلا التجنيد الاجباري. يعني كيف مثلا انت عايز مني انا اشتغل عشان يكون عندي تحسن وضع مثلا اقتصادي؟ فالموضوع يعني حتى مش فرص مشكله. عمل لا توجد، حتى فرص عمل لا توجد، لا تتوفر فرص عمل. فرص العمل ما في، لانه الموضوع اللي هي يعني مشكله اساسيه، يعني ما عندك حريه انك انت تشتغل زي ما عايز، ما عندك حريه انك انت تفتح مثلا مكان وتشتغل عليه. لو فتحت مكان ممكن يجيك سؤال يا حبيبنا من اين لك هذا؟ يعني وقتها انت تكون متورط يعني بعرقك يعني. فدي الاشكاليه. احيانا في ناس من اريتريا ممكن بيجيبوا طيب تجارتهم من أستاذ السودان. أحمد، الآن لو تبدأ وتشرح لنا بداية الرحلة. الرحله كانت يعني بدات من حقات للسودان، اخذت مني يومين. الرحله بدات من مدينه حقات لاغردات، ومن أغردات لبارنتو، ومن بارنتو لهيكوتا، ومن هيكوتا لألبو، ده كله في يوم واحد. يعني أنا اتحركت من حقات حوالي الساعة 9 أو 10 كده صباحا، ووصلت ألبو حوالي الساعة 4. الحمد لله في الطريق ما سدتني شيء، وده ممكن أنا من المحظوظين يعني. بعدين بيت في ألبو، ومن ألبو رحنا على تسني يعني ثاني يوم، ومن تسني على طول يعني بنفس النهار على السودان يعني. نعم.
من تسنى إلى السودان يعني نحن تقريبا برضو كمان تحركنا باليوم الثاني من الساعة 9 صباحا أو قول 10. كان الوقت زي ده. المهم دخلنا يعني في قرية قبل والشريفة اسمها أبحشيلة أو حاجة زي طبعا كده. أستاذ أحمد، عفوا للمقاطعة، يبقى أن نذكر المشاهدين أن رحلة أحمد كانت في 2013 أليس كذلك؟ نعم نعم، نعم. 2013 شهر وربما 3. الآن الطرق ليست سالكة كما خاضها أحمد، يعني الآن الأمور أصبحت أصعب وأشد سوءا يعني. صحيح. تفضل. فاليوم الثاني لما تحركنا من تسنى للسودان يعني كنا أنا وصديقي، فأخذت منا حوالي لحد الساعة 5 تقريبا المساء. حوالي الساعة 5 المساء نحن وصلنا في قرية اسمها أبحشيلة أو حاجة زي كده. جينا هناك وجينا على أطرف ناس يعني موجودين هناك في القرية، وجينا عندهم شربنا منهم موية وجاب لنا كيك، يعني حاجة زي هو كيك يعني العادي. المهم بعدها اتصلنا على صديق أخوي وهو جانا من الشريفين من المكان ذاك وأخذنا له الشريفين وبيتنا على الشريفين مع ناس عمته، وبعدها رحنا على كسلة. فدل تقريبا مختصر الطريق ما بين إريتريا والسودان. فأنا الحمد لله يعني واحد من المحظوظين ما شفت فيه شيء، حاجات مثلا كعبة وهناك. إذن يعني داخل السودان كانت الأمور سهلة، أو لا نقول سهلة، ولكن كانت في حدود في إطار المعقول وإذا إطار الآدمية، يعني ما زلتم تنتقلون من منطقة لمنطقة، ربما تواجهون صعوبة في الطريق ووعورة الطريق، لكن لم تواجهون صعوبات أخرى. بالضبط. الطريق من إريتريا يعني من حقات نعم. لتسني ده كان فيه كل وضع مع الخوف والرعب انك انت يعني تحت في اي لحظه ممكن بيوقف السياره ويقول لك انزل يا اخي، فانت كده تكون خسرت حياتك يعني. لكن في السودان مش كده يعني. إذن نعم، بعد ذلك عندما انتقلت من السودان إلى ليبيا. طيب من السودان تحركنا لليبيا. الفكره كانت ان احنا نمشي ليبيا وبعد على طول البحر. اتفقنا مع سمساري، وقتها كان الدفع تقريبا $1600 اللي نحن دفعناه. اتفقنا مع السمساري وتقريبا اليوم كان الجمعة على ما أعتقد أو حاجة زي كده. تحركنا من السودان إلى ليبيا. بس قبل يعني بعد ما أنت تطلع من أم درمان هناك في مكان تجتمع عليها، يعني من هناك يأخذوك السودانيين ويودوك المثلث اللي هو مثلا بيصرموك منه الليبيين. فالمكان اللي نحن جيناه بعد خروجنا من أم درمان أظن اسمه قحات أو حاجة زي كده. الاسماء انا مش متذكرها بالضبط ايه، بس حاجه زي كده. هو هناك يجمعوا. المشكله هناك كمان يعني في عندك كوبري او يعني في نقطه تفتيش هناك. كمان في السودانيين مثلا بياخذوا منك قروش او حاجه زي كده، خاصه لو عرفوا انك انت اريتري يعني. حتى في بنات ممكن يعني بيعمل لهم مشاكل. ففي حاجات كانت تحصل عندنا. بعدها من القريه ديك اللي بعد ام درمان بياخذوك السودانيين ويودوك على المثلث الليبي او مكان يكون خاص للاستلام للليبيين اللي يستلموك منها الليبيين في طيب خلال أستاذ الرحله. أحمد، بس عفوا، كم كان عددكم؟ يعني كم إريتريا كنتم وكم سودانيا؟ طيب الرحله اللي انا كنت اللي مشيت معاها كنا فيها 4 إريتريين والباقي يعني في نفس العربيه او في نفس اللاند كروزر. كنا حوالي 28 شخص، 4 إريتريين والباقي كلهم سودانيين. اما باقي العربيات طيب 28 شخص في لاند كروزر اللي لاند هو كروزر واحدة. بالضبط. ايه يعني ناس مرصوصه كده على بعضها. نعم. ومعانا 4 لاند كروزرات ثانيات، يعني هذول كلهم تقريبا سيارتين سودانيين والثلاثه اريتريين. فالمشكله هنا لما انت تتحرك من مدينه قحات او المنطقه قحات لحد المثلث اللي هو السوري المصري والليبي والسوداني، احيانا ما يكون عندك مشروبات مثلا او مواد غذائيه اللي انت حتاكلها مثلا. نحن كان عندنا كل شيء، بس عشان هو كان كثير جدا الاكل والشراب رموه مننا من العربيه يعني. فقالوا ما حيكفي انه نحن ناخذ معانا مواد غذائيه و28 شخص.
فقالوا نخفف من المية وكده، يعني من الحاجات الكيك طيب أستاذ أحمد، هل كان لديكم عوائل أو أطفال أم أغلبكم كان من فئة الشباب والرجال؟ رحلتنا كانت كلها عبارة عن شباب وشابات، يعني ما كان معنا عوائل. بس لما وصلنا المثلث اللي هو المصري والليبي والسوداني كان هناك في عائلات، يعني كان في شاحنة كبيرة كان في عائلات. قادمة من أين؟ أكيد من السودان. من السودان. بداية انطلاقتها كانت من اثيوبيا، كلهم اريتريين. فكانوا هناك في المثلث هذاك يعني. نعم. فبعدين لما نحن تحركنا من منطقة قحات لحد المثلث، زي ما قلت لك يعني أحيانا بياخذوا منك الحاجات اللي عندك أنت، المصاريف مثلا زي الماء وزي الكيك، عشان هم مثلا بيقولوا يا أخي العربية صغيرة، يعني ما تقدر تاخذ 28 من شخص. هم الذين يأخذونها؟ هم نفسهم السواقين، يعني سواق العربيات اللي هم المهربين ولا خفر السواق، خفر الحدود؟ لا هم المهربين، يعني السائق المهربين بتاعتك. نفسهم. السائق بتاعتك ممكن بيفتكروا ان العربيه بتاعه صغيره، فممكن ما بتاخذ له مثلا 28 شخص او 30 شخص، فيقول لك خفف من الاكل حقك، يعني بيقطعوا كده في الصحراء وتتوكل. احيانا اذا انت عندك حظ او كده ممكن يعني اللي عندك معاه تخش في ليبيا. ما عندك حظوظ كمان، يعني في ناس كمان كان عندها مشاكل في حاجات زي كده. فنحن الحمد لله يعني مشت الامور كويس، يعني مشينا حوالي يومين مع السودانيين، يعني السواقين بتاعنا كانوا سودانيين. يومين بالضبط. ايه. تواصلوا الليل بالنهار أم تتوقفوا وتأخذون استراحة؟ بالليل كنا بننام، يعني من الساعة 11 بالليل أو حاجة زي كده أو 10. أحيانا كمان يكون بعد المغرب وكده، بعد ما تغرب الشمس. الآن أنتم يومين تسيرون وليس لديكم مواد غذائية؟ المواد الغذائية موجودة بس بسيطة جدا. بسيطة جدا، اللي هو يعني مثل ماذا كانت يعني؟ اللي هي كان في علبة مازة، وفي كريستالات مياه اللي هي نصف اللتر، ومعه عندنا كيك يعني. هذه عبارة عن يعني هل هي كيك يعني أو بسكوت أو ما هو؟ لا، كيك بتاع هنا الخبز، ذاك الكيك. كيك، نعم. يعني أيوه بالضبط هو هذا. تمام. ومعه عندك كريستالات مياه. وأنتم على هذه الوجبات لمدة يومين؟ بالضبط، ولسه حنواصل يعني، ما في أي تغيير. نعم. فبعد يومين استقبلونا الليبيين، وطوالي يا أخي بدأنا معهم مشوار ثاني. السودانيين حاليا هم كانوا شوية أسهل من الليبيين، على الأقل هم يعني السودانيين ممكن بيتفهموا شوية الوضع، أو بيخاف على نفسهم عشان هم بعدين حيرجعوا السودان وممكن يحصل لهم مشاكل، حاجات زي كده، يعني دي الإشكاليات عندهم. بس الليبيين لا، بالنسبة للليبي أنت عبارة عن دولار زي ما تقول، يعني بيلعب بيك زي ما هو عايز، بيركبك زي ما هو عايز، بينزلك زي ما هو عايز، بيضربك زي ما عايز، يعني كل شيء هو يعني حسب جو. وللاسف انه هو يجيك في حاله سطلان، او قول عليه يعني محشش، يعني وقت ما يسوق السياره، يعني الليبي اصلا ما يكون في حاله وعي، هو في حاله اللاوعي يعني. لأن فطرة الإنسان السوي لا تقبل أن يقوم بهذه الأساليب البشعة، وكأنه سبحان الله تعاطى فعقر. بالضبط، عشان كده هو ذات يعني بيتعمد انه هو يتعاطى. نعم. عشان ما يكون هو واعي ويحس برحمه او حاجه زي كده. فاستلمونا الليبيين وقلنا بسم الله معاهم، وطوال اخذنا معاهم حوالي يومين برضو. في خامس يوم اظن كده حصل عندنا حادث، يعني نحن كنا طبعا 5 عربيات ماشيين مع بعض، ممكن كده يعني تمشي كنظام صف او كنظام طابور، 1 2 3 4 5 يعني. فالممكن في سياره قبلنا هي يعني في الصحراء كده انقلبت، مش عارف اللي حصل عندها. المهم هناك توفى ناس، يعني حوالي وقتيا يعني في نفس اللحظه اللي انقلبت فيها السياره تقريبا توفى 3. الان هو كان حادث طريق، يعني حادث عرضي، حادث يعني بتاع طريق. انقلبت السياره. كم الركاب الذين في السياره هذه او في الاونيت؟ هو ما فيش يعني عدد محدد في كل سياره تقريبا، يعني الان انت قلت في الاول كنتم 27 شخصا. العدد النسبي هو ما بين 25 لحد 30، يعني ده العدد بتاع العربيه، مع انه هذا كان كثير عليها جدا.
فطبيعي فأحيانا انها كانت تنقلب. طيب ثم. في نفس اللحظة ماتوا أو توفوا عندنا 3 أشخاص، يعني تقريبا كان في بيناتهم بنت واحدة. والمهم مشينا يعني رفعنا الناس اللي كانت مجروحة وكده، ومشينا مسافة وقعدونا في مكان خاص يعني شوية مختبئ، ورجعنا دفنا الناس اللي كانوا شنو توفى عندنا اللي هم ماتوا في الحادث دفنتوهم فين؟ في نفس المكان اللي هم ماتوا فيه اللي في حصل فيه الصحراء. في الصحراء. إيه، بس ما عليك تحفر حفرة وتدفنهم هناك، لأنه ما في حاجة تعملها في إيدك. طيب بوحدة. الآن أنتم يعني أنتم الخمس سيارات جميعكم شاهدتم وأنتم ما زلتم في بداية الطريق أن أناسا بدأوا معكم الرحلة، وفجأة بين عشية وضحاها يعني حملتم جثثهم ودفنتوهم بأيديكم. إيه. هذا في البداية، ثم كان بينكم جرحى وأيضا يعني توفوا. بالضبط. احكي لنا ما كانت المشاعر الموجودة بينكم في ذلك الوقت، آه، أو المشاعر يعني الأحاديث التي تبادلتوها، أو ماذا دار بينكم يعني؟ هي أصبحت بالنسبة لنا لحظة حداد، بمعنى إنك أنت ما تتكلم مع حد تاني، لأن الموضوع مش يعني أنت يعني ناس كانت معاك في لحظة ما يعني ثم خلاص يعني انقطعت منك، مش حتلقاهم للأبد. أحيانا بيكون مثلا رفقائك مثلا أصدقائك حاجة زي كده. فديل كانوا عندنا إحنا بالنسبة لنا يعني كانوا كده. رغم إنه أي رتل هناك في المكان ذاك، خليك من رتل أي غريب تلقاه في الطريقة ذاك يعني خلاص بيكون هو صاحبك ورفيقك يعني. فالشعور طبعا كان شعور مؤلم جدا وقاسي، انه الواحد يعني بيحصل له كده في حين انه هو مسكين يكون عنده احلام وطموحات كبيره جدا بعد ما يعبر البحر. فالشعور كان قاسي ومؤلم جدا، ويمكن الواحد ما يقدر يوصفه مثلا بكلام او حاجه زي كده. طبيعي يعني قاسي جدا، يعني مش هقدر اقول يعني ما فيش حاجه تشرحه لي انا اصلا. صحيح. ف طيب هل هناك من فكر منكم أن يتراجع ويعود بعد أن شاهد هذا المشهد؟ آه، فكره الرجوع للوراء ما اظن خطرت في بالنا، لانه ممكن تكون هي اسوء بدل انك انت تمشي لقدام. فما زنيت او ما هناك، لانه يعني لما انت ترجع مثلا للوراء حتكون مثلا في اسوء الحالات. فالواحد مثلا طبعا اخذ فكره انه مثلا الطريق لاوروبا بصفه عامه مش هو يعني زي ما بقول مفروش بالورود، حيكون في موت. لانه يعني كبدايه الواحد لما يخطط انه يعني يمشي على الطريق ده اكيد بيستفسر وبيسال. فاحيانا كانوا بيحكوا لنا نفس الحكايات، يعني انه في ناس حتموت وحاجه زي كده. فالواحد لما يمشي هناك عن طريق يكون اصلا هو قارن ما بين مثلا يعني قعاده مثلا في السودان نقول، او انه هو يمشي على اوروبا. فما ما يعني ياخذ أنتم تخرجون إلى هذه الرحلة وأنتم تحملون أرواحكم على أكفكم على يعني، كفن. بالضبط. إما أن تصل وإما أن لا تصل، وأنت تعرف هذه الفكرة مقدما بالضبط. وتعرف كل المخاطر التي ستواجهها، ولكنك تسير يعني. هي الفكره كده، انك انت تحمل ايدك يعني روحك على كفك زي ما قلتي. لانه انت بتستفسر من الموضوع قبل ما تروح عليه، عشان انت بعدين مثلا يعني اذا في مثلا يعني عندها حلول المشكله، مثلا حصل لهم كده ناس عملوا ايه مثلا تصل من الحاجات دي. عرفتي؟ البعض يقول أستاذ أحمد أن الشباب يعني يخوض هذه التجربة لأنه لا يعلم ما ينتظره، ولكن يرى فقط الجانب الإيجابي، ويرى الناس الذين وصلون إلى الجانب الغربي ويرسلون إليهم الرسائل، وكيف أنه يتمتع في الجنان ويلهو بين الثلوج، فيخيل إليهم أنه يعني كأنه وصل إلى بر الأمان. وهذه الصورة الوردية التي تصنع للشباب هي التي تقودهم فقط، ولم يدركوا المخاطر التي تواجههم. بالنسبه لي يعني مش كلام مش 100 بس يعني فيها كثير من الناس ممكن يكون عندها نفس الفكره. بس اكيد يعني هو في النهايه حيستفسر من الموضوع. نعم. حيشوف مثلا الطريق ده كيف يعني مش معقول ان انا مثلا اقول اروح خلاص ليبيا ونمشي. على الاقل يعني في ناس تتواصل معي، في ناس اصدقائي رفقائي اكيد حيكلمون عن الموضوع، يعني كيف كانت رحلتهم او حاجه زي كده.
الكلام اللي قلتيه موجود طبعا، يعني مش حيكون يعني مش موجود او حاجه زي كده، لا اكيد موجود. بس يعني في النهايه كل واحد بعدين بيقرر انه يروح ولا لا. يعني مثلا انا كنت عارف ان الطريق ده حيحصل فيه حاجات زي كده. كنت عارف انه مثلا وقبل شهرين يعني في باقري يعني اتحرقت في لامبدوزا، يعني ماتوا فيها مثلا اصدقاء اخواني مثلا. مات فيها مثلا كنت مع رجل شغال معاه وابنه. فانا عارف الطريق ده مثلا يا انا اصلا موجود ما بين ايه يعني مرين احلاهم وامر، عرفتي؟ يعني اما البقاء مثلا في اريتريا او السودان مثلا، واما يعني المجازفه بحياتي انه انا مثلا اصل مكان على الاقل اكون فيه مثلا القى فيه حريتي على وقيمتي. الأقل هناك احتمال يعني أن تنجو، بينما إن بالضبط، بقيت في الداخل فلا احتمال للنجاة يعني. ما في احتمال للاجابه. مثلا لو انا كنت لليوم مثلا في اريتريا ما اعرف ايه اللي يحصل، ممكن ما كان بدات اي خطوه لحياتي المستقبليه اصلا. نعم. فدي الهنايه. طيب ففكره انه نعود الواحد الآن إلى دفنتم الثلاثة أشخاص الذين توفوا في وقتها، ومضيتم بالجرحى، وكان ما بينكم جرحى. ايه بالضبط، نعم كان بيناتنا جرحى. نحن المفروض نخش ليبيا في خلال 5 أيام، بس لسبب انه حصل عندنا الحادث اخذت معنا الطريق حوالي 7 يوم. والسبب انه نحن كل ما نمشي مسافه اللي هم ال4 سيارات نمشي مسافه ساعه او حاجه زي كده، بعدين نحن ينزلون هناك وفي سيارتين يرجعوا لمحل اللي فيه الناس الثانيين، مثلا الناس السياره الخامسه طبعا مخلينهم هناك، فبياخذوهم ويجيبوهم عندنا ونتحرك. يعني كنا نمشي كده، عرفتي؟ يعني احنا نمشي بعدين ننزل أيوة هناك، نعم. يرجعوا بيشيلوا الناس الثانيين ويجيبوهم ويعود عندنا. أيوة يجيب. نعم. بالضبط، لغايه ما تجينا سياره من ليبيا. بعد في اليوم السادس جاتنا عربيه من ليبيا، جاتنا لاند كروزر واحد، وبعدها على طول يعني الناس هناك اللي كانوا هم يعني الناس السياره الخامسه، ويعني اخذت معنا يوم واحد وبعدها دخلنا على ليبيا. حاليا يعني وانت رايح وانت مسافر على ليبيا طبعا في هناك زي ما قلت لك في الدق وفي الضرب وفي الكلام البذيء وفي يعني اللا انسانيه، في حاجات كثيره الواحد بتحصل له. فبعدين دخلنا على ليبيا اللي هي مدينه اجدابيا على الشرق الليبي. في اجدابيا يعني كل طبعا انت لما تجي على سمسار واحد كل يعني هو السمساري ده عنده يعني اكثر من سماسره. طيب نريد ان نتوقف هنا قليلا مع السماسره. اوكي. ونريد ان نذكر السماسره الذين تعرفهم باسمائهم، وخاصه اذا كان من بينهم اريتريون. اوكي. السماسره الليبيين كان واحد اسمه محمد اللي هو نحن جينا عنده. السمسارة عنده حق كان اللي كان حق أنا مثلا رحت منه عن طريق ليبيا من السودان، كان اسمه عمر. عمر ايه؟ تكملة الاسم؟ اسمه أبوه ما بعرف والله أعرف اسم الشخص فقط. نعم. السماسرة الثانيين كان يعني كان في طبعا حوالي سودانيين سمساريهم ما أعرفه. الثلاثة أو الاثنين السيارات الثانيات اللي هم يعني الإريتريين سمساريهم كان اسمه مدهاني اللي هو كان في طرابلس، اللي هو كان يستقبلهم يعني اسمه مدهاني. ما بعرف السمسار بتاعهم من السودان يعني أو من هذه أسماء حركية، يعني هم حريصون على عدم إظهار هوياتهم الحقيقية. على الأغلب هي كده، الواحد يعرفه باسم مستعار وكده، فمش عارف إذا هي حقيقية أو لا. واللي اسمه محمد، يعني محمد مين يعني عنده اسم عادي. طريقة استلامهم للمبالغ، كيف تتم طريقة استلامهم للمبالغ؟ طريقة الاستلام تكون عبر وسيط بينك وبينهم. الوسيط ده ممكن يكون صاحبك، يكون ممكن من عائلتك أو حاجة زي كده. إنك أنت لما الاستلام يكون بعد ما تصل أنت ليبيا وتتصل على السمساري وتقول لي يا أخي أنا وصلت على السلامة بالسلامة وخلاص، حيتصلوا ليك أهلي وحيدوك القروش. يلا انت بعدها بتتصل لاهلك وتقول عليهم نحن وصلنا ليبيا. اذا عندك مثلا انت مبلغ حقك انت مثلا وتقول لي يا اخي سلم فلان كده،
اذا ما عندك يعني، وده ممكن اللي كان يحصل مع اغلب الناس، يعني تتصل لاهلها وتقول عليهم يا اخي انا موجود في ليبيا، وقتها الاهل ممكن يعني ما يعرف يعمل ايه اذا الامور عندهم يعني طيب، حاجه كويسه. هل المبلغ يتغير عندما يصل إلى هناك، يطمع المهرب أو السمسار في زيادة المبلغ، أم أن الشاب أساساً يخرج دون أن يتفق مع أهله، ويخرج دون أن تكون لديه مبالغ يستطيع تسديدها؟ في البدايه كان في مبلغ محدد، يعني كل رحله مثلا، يعني لما كنا نحن نسافر في 2014 المبلغ كان من السودان لطرابلس كان $1600. فاحيانا في ناس كثيره يعني عارفه الموضوع ده من هنا من الاول، فاصلا ممكن ما تصل السمسار، بس تتصل عليه تقول له يا اخي انا عايز امشي ليبيا، يقول لك خلاص اركب في باقه حتجيك اركب عليها، او في عربيه حتجيك واركب وامشي. بعدين لما يمشي هناك ويكون عارف المبلغ كم، يعني $1600. يعني اذا هو مثلا جاء على الطريق الصح، مثلا تحرك من ليبيا من السودان وجاء ليبيا على الشخص اللي هو المطلوب مثلا يصل هو، نعم. هنا ممكن على الاغلب ما يكون في زياده، تدفع الشيء اللي هو المتعارف عليه. لكن احيانا انت ممكن تتباع على الطريق، ممكن بياخذوك او بيختطفوك جماعه ثانيه او سماسره ثانيين وبياخذوك عندهم. يعني يختطفوك اختطافا قسرا يعني من اختطاف ايه. المجموعة الأولى، أم أنه يكون اتفاق بين السماسرة يسلمونهم إلى مجموعات؟ انا الخلفيه ما بعرفها واغلب الناس ما بتعرفها، بس الشيء اللي احنا نتعرف عليه اللي هو اختطاف، يعني انك انت بتمشي على شخص يعني انت ما توقعته، او هو مش اصلك، يعني مش شخصك اللي انت ماشي عليه، عرفتي؟ يعني لو هو مش اختطاف ما كان يطلب عليك الهنايه ده، يعني بعدها انت ممكن تدفع مرتين او حاجه زي كده، وده بيحصل طبعا لناس كثيره جدا، خاصه في الفتره الاخيره في 2015 16. نعم. فنحن كثيرا ما كنا نسمع مثلا أن شاب يتصل بأهله ويطلب استغاثة ويسمعونهم صراخه وهو يصرخ ويتم جلده وهكذا، فتستنفر الأسرة كلها، يعني يطلب مبالغ كبيرة فتساهم فيها الأسرة من جميع المناطق، من الخليج من أوروبا، حتى يتم تسديد هذه المبالغ. صحيح هذا موجود. صحيح هذا وحتى يحدث. يحدث كثير جدا كمان، يعني خاصة في العاصمة أو الأماكن الثانية، لأنه كنت بسمع عن هذا كثير جدا. بس وقت نحن كنا مشينا الموضوع ما وصل للدرجة دي، إنه مثلا يعني يتصل لأهلك وممكن يضربك أو حاجة زي كده، خاصة في المكان اللي احنا كنا فيه. طبعا الأماكن اللي يحجزوا فيها ناس بيسموها هم مزارع، فأنا يسموها أحيانا ماذا؟ مزارع أو آه. مزرعة، يعني مزرعة فلان مزرعة فلان وكده. هل فممكن في هي القصة مزارع حقيقية؟ يعني هي مزارع حقيقية ولا لا هي مش مزارع، هي مخازن بس عبارة عن سلال مخازن؟ طويلة وكده إيه. آه. فبس ما هم نحن معتبريننا يعني حيوانات وكده، عشان كده مزارع بشرية يعني. بالضبط. فهم بيسموها مزارع. ف المخزن اللي احنا كنا فيه ما كان فيه هذا الكلام، بس كان في ضرب. بيجيك مثلا هو سطلان وبيطلع الناس اللي ما دفعت القروش، وكان في حديد اللي هو بتاع البناء، عرفتي؟ بنقول عليه التندينو او حاجه زي كده، حديد البناء. فاحيانا يضربك بهذا، يعني في ناس مساكين يكسروا ايدهم ويكسروا ظهرهم، حتى اللي يعني ما خلوا فيهم شيء. والسبب لماذا يتم الضرب؟ ليش ما دفعت، يعني ليش تاخرت في الدفع؟ فده كان بيحصل عندنا في المكان اللي انا كنت فيه، في المزرعه او بقول المخزن اللي انا كنت فيه. بس أستاذ الكلام اللي أحمد، قلته هل شاهدت وهم يضربون؟ شاهدتهم أمام عينك وهم يضربون؟ ايه نعم شاهدتهم. مره حتى انا كنت معاهم، بس عشان انا قلت له يا اخي انا القروش حقي موجوده في الخرطوم، عشان كده خلاني، حتى كان معي سحب وكده. بس في ناس ممكن ما بتعرف العربي وما تقدر تتكلم، فلما يسألوا هم مساكين هم ما يعرفوا يقول ايه، طوال يبدا يضرب فيهم، واللي ما عنده اي اخلاق انك انت مثلا يكرر كلمتين مرتين، يعني حتى من الناس يعني الشخص الكويس بيحاول يوضح لك حتى بلغه الاشاره. بس في قاموس الليبيين ده مش موجود، يعني خاص السماسرة عندهم، يعني كلمة فهمتها أوكي، ما فهمتها طوالي تفهم أنت بالضرب. إيه. فده كان بيحصل وشفته بعيني، يعني ما كان هنا يعني حكي أو شيء خيالي.
بعد ما انت خلاص تتصل على اهلك وتقول لهم حول المسار، يعني يكون عندك دائما يعني فتره محدده انك تحول عليها، اسبوع اسبوعين في شهر كمان. في الفتره دي انه هم يدوك التليفون حقهم وبتحول. ما حولت يعني، اذا ما حولت ممكن بيحصل لك الدرب والحاجات اللي قلنا عليها يعني. احيانا كمان مثلا في ناس طولت ما قدرت تدفع مثلا 3 4 شهور 5 شهور. في ناس طلعت عشان مثلا عشان تشتغل مثلا يعني مع خلال الأربع والخمس شهور يتم ضربهم هكذا يتم حتى يتم ضربهم، تسليم يتم المبالغ. تجويعهم. يتم ضربهم، يتم تجويعهم. ومن هناك يبدا في مرض اسمه حكاكين، يعني من هناك يبدا معاك لغايه انت ما تفارق ليبيا. ما اعرف اسمه بالعربي او هنا ايه. المهم هو يعني شغله تبدا معاك حبوبه وتكون بعدين يعني تسوء، يعني تكون سيئه جدا. فانت وقتها ما تنوم، جسمك يكون محتاج يعني تحكه او حاجه زي كده. أوصف لنا هذه المزرعة، كيف يومكم، كيف تقضون يومكم؟ طبعا مزرعه كده يعني هي غرفه. البيت جاهز، واحيانا في بيوت جاهزه كويس يعني فيها سيراميك او حاجه زي كده بيت تحت، بس ما عندك اي حاجه مثلا تحطها، ما في مراتب ما في فرش او حاجه زي كده. المهم مثلا اذا انت عندك ملايه تعملها من تحت وفي ملايه واحده ممكن تتغطاها يعني. في اماكن ثانيه كمان سيئه جدا يعني من تحت كلها يعني مش يعني ما عندها سيراميك او ما فيها بلاط حاجه زي كده، كلها مثلا يعني اللي هو مثلا تراب خشن، عرفتي؟ يعني بتتعب مثلا وبتنوم هناك جسمك وكده. فالمزارع بتختلف، ما عندهم مزارع واحده مثلا على شكل نوع واحد. ماذا عن دورات المياه، الوجبات، الطعام؟ دورات المياه سيئه جدا. احيانا اكرمكم الله يعني الموضوع يكون يعني كأنك تسير فوق البول الموجود تحتك يعني. فكان سيء جدا يعني. حتى ما في حمامات، ممكن تبدا تتحمم بعد 3 4 اسابيع، احيانا ممكن 5 اسابيع، لانه ما في مكان تستحمى فيه. المشكله للاسف نحن كنا في الشتاء، فالواحد حمام ممكن ما يحتاجه كل يوم، بس ناس الصيف كانوا بيتعبوا جدا، لانه خاصه مع المرض اللي قلت لك عليه، فده كان بيحصل جدا يعني. نرجع هل يكون بينكم مرضى أو كذا مع سوء المعاملة والطقس البارد وموسم الشتاء؟ اكيد. يعني يبدا وقتها يعني زي ما قلت لك يعني الشيء الاشهر المرض اللي هو حكاكين، اللي اسمه حكاكين، عرفتي؟ يعني اسمه ده ايه؟ حكاكين. اسم نحن طلعناه في المزارع بس هو تقريبا. ما هي الأعراض؟ هو ممكن بيسموه بالعرب الجرب او حاجه زي كده، تعرفين؟ جرب، أيوة. الجرب. بس ده ممكن يعني اسوء من الجرب، يعني حاجه ما يخليك تنام، جسمك كله يكون حبوب وبعدين يكون اسوء جدا يعني. فالاعراض اللي هي الوساخه، عدم النظافه، يعني ما في تغيير للملابس، ما في تغيير للمكان اللي انت نايم فيه. انا بجي بنوم عليه، انت تجي تنوم عليه، بكره واحد يجي ثاني وكده يعني. يعني أيوة. المكان اللي انت نايم عليه ممكن جاء قبلك يعني الاف الاشخاص، فاي واحد يجي يخط يعني وساخته مشكلته هناك وانت تجي تنوم عليها، فدي الاعراض يعني. قضيت في هذه المزرعة؟ قلت ايه؟ كم قضيت في هذه المزرعة اوكي. انا في ايجابي قضيت حوالي شهر ونص قولي. يعني هذا وأنت تعتبر محظوظ لأنه مبلغك جاهز و... بالضبط. وكان يعتبر أنت من المحظوظين وجلست شهر ونصف. بالضبط شهر ونص. هناك من وحتى يطول بهم لشهور على بالضبط هذا الوضع وهذا الحال. صحيح. حتى المزرعه اللي احنا كنا فيها في عجابه يعني كانت كويسه نوعا ما، يعني على الاقل يعني كان الغرف او المخازن اللي احنا كنا فيها كانت شويه يعني جديده وكده. بس لما رحنا على طرابلس او لما رحنا على سبراتا كان هناك الاشياء سيئه جدا. يعني بعد ما رحنا من عجابه الى سبراتا كان في هناك مزرعه سيئه جدا، وكان فيها ناس مريضين يعني الاغلبيه كانت مريضه يعني. وكل ما تعاين من هنا او تعاين يمين شمال يعني تلقى لك يمينك وشمالك كلها ناس مريضه، ونحن يعني كنا كويسين الحمد لله وقتها. ف المهم نجي على مرحله السبرات ولا نخليك عندك لا، اسئله فيها؟ استمر بعد طيب. أجدابيا. في ايدابيا حاليا يعني الطريقه نحن كنا متفقين مع السمسار ان احنا يودينا طرابلس. فلما جينا على ايدابيا وبدا السمسار الليبي يعني بتفريق الناس، مثلا في فئه موجوده مثلا السودانيين ما بيمشوا طرابلس، بيقعدوا في ايدابيا يعني يشتغلوا هناك وكده.
الاريتريين بيمشوا طرابلس. فنحن لماذا الاريتريون يذهبون الى طرابلس ويبقى السودانيون؟ السوداني ما عنده فكره انه هو يحاول يعني يمشي لاوروبا، يعني ممكن بعد فتره او حاجه زي كده. اما الاريتري عنده فكره انه طبعا جاي ليبيا للعبور مش للعمل، لكن السوداني هناك بيشتغلوا كده. فالاريتري طبعا دائما بيختار انه طرابلس، ومن هناك يحاول انه ايه يمشي البحر يعني. وبالنسبه له هو اسهل كمان يعني، عشان هي نقطه الانطلاق للبحر. ده الفرق بين الاريتري والسوداني. الاريتري بيختار طرابلس عشان البحر، والسودان بيختار إجدابي عشان يشتغل او العمل يعني. وفي منهم كمان يمشي لبنغازي. فهنا هم بيفرزوك، ناس طرابلس لحالهم، وناس السودانيين او الشخص اللي عايز إجدابي لحاله. فنحن هنا قلنا طبعا يعني بيصلوك على حاجه زي كده، انت مين وكده. ففي ناس معروفه بيعملوها بجانب كده، يعني هي معروفه اصلا، ما بيسالوهم. نحن طبعا فرزونا، نحن كنا 4 اشخاص مع بعض، قلنا عليه يعني، قلنا لنفسنا بنعامل وكده. بعدين قالوا لنا خلاص انتوا عملوا كده ابقوا براكم، وعملوا لنا يعني في غرفه لحالنا. باقي الناس اللي هم مثلا السيارتين قولي اخي اللي كانوا فيها الاريتريين الثانيين، ديل بعد طبعا قروشهم مدفوعه، اول سمسار يدفع لهم حتى من طرابلس، بعدين هو بيحاسبهم. فديل طوال بعد كم يوم اخذوهم وودوهم طرابلس، ونحن قعدنا في إجدابيا الشهر ونص يعني نحول القروش وكده، ولغايه ما الواحد يعني يفهم يمشي وين او يعمل ايه. فاصل ونعود اليكم مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم ثانية ونكمل حديثنا مع الأخ أحمد ورحلته في ليبيا. تفضل أستاذ أحمد. طيب جميل جدا. نعود من إجدابيا لطرابلس. بعد ما قعدنا شهر ونصف في إجدابيا، خلاص يعني الواحد خلاص حاليا يعني دفع القروش وكل شيء، وجهز إنه هو يمشي طرابلس. حاليا الذهاب لطرابلس ما بالشيء السهل، خاصة إنه أنا كنت أسمع إنه في ناس يعني بتموت وهي في طريقها لطرابلس بسبب مثلا يعني في الشاحنة. أحيانا حتى سمعت إنه كانت في شاحنة من طرف الشاحنة معبى كده يعني بفوق اسمنت، والطرف اليمين واليسار كمان نفس الحال، ومن وراء وقدام يعني. والشخص او نحن المهاجرين او اللاجئين نقول نكون في النصف. ففي ناس وهم ماشيين بالشاحنه في الطريق يعني الاسمنت اتقلب عليهم، يعني اغلبهم اللي مات واللي اتكسروا كده. يعني ما ممكن ما نجي الا قله قليله جدا. فطبعا كنا سمعنا الحكايه دي، فالواحد كان خايف انه حيحصل معاه ايه في الشاحنه وكده. بس الحمد لله انه بقى بالنسبه لنا شويه احسن يعني. بالنسبه للشاحنه بتاعنا كانت عباره عن صابون يعني مواد غسيل، يعني صناديق مواد غسيل يعني معبأة من اليمين لليسار للقدام وللخلف يعني. ونحن موجودين وانتم في النص يعني البضاعه في الاطراف وانتم في النص. طيب ماذا عن السقف؟ قلت ايه؟ السقف مغلق ام مفتوح؟ كله مغلق يعني. بعدين هم لما وماذا عن ما في الاكسجين استنشاق هواء؟ بالعكس نحن قربنا نموت او قربنا يعني نختنق بسبب الريحه بتاع المواد الغذائيه اللي هو مواد غذائيه. نعم. لا صفر مواد الغسيل. طيب وعلى كم تبقون على هذا الحال؟ كم ساعه تستغرق الرحله؟ نحن اخذت فينا 12 ساعه. 12 ساعه لا بتاكل لا بتشرب. الدنيا كانت سيف، الواحد يتضايق من بول احيانا، ما اصلا ما قدرنا نتبول يعني، ما في مكان تتبول فيه. وكم عددكم داخل هذه الشاحنه؟ اعتقد 100 وحاجه، 120 او كده. الان انتم 120 شخصا محاطون بادوات غسيل ونظافه، والسقف مغلق وشاحنه مغلقه تماما. وشاحنه مغلقه تماما. نعم، تسير بكم 12 ساعة وأنتم بالضبط على هذا الوضع. بالضبط. نحن تحركنا الساعة 7 صباحا،
ووصلنا في منطقة يعني أصلا ما وصلنا طرابلس، لكن قبل طرابلس وصلنا تقريبا 7-8 مساء بعد المغرب. نحن اتضايقنا هنا في الشاحن، بس ما في حاجة تعملها في ايدك، لازم تتحمل يعني 12 ساعة والدنيا شتاء. ممكن الواحد كل 5 دقائق يمشي الحمام السيارة أكرمك الله. فنحن ما قدرنا أصلا. الريحة بتاع المواد الغسيل دي خليها بالنية. يعني الشيء الواحد يعني كلنا عطس، وخايف كمان تعطس انه مثلا الشاحنه او العربيات بتجيب مثلا في نقطه تفتيش وانت تعطس هناك ويسمعوك مثلا وتقول ينزلوك من هنا ويفتتح امرك، يعني بينزلوك مثلا من الشاحن. فحتى انك انت كمان تعطس ده فيها كلام، يعني فيها مشكله، بتجيب لك هوا لنفسك يعني. فالواحد بيتحمل كل الحاجات دي انه ما يبول ما يعطس. متضايق جدا كمان، حتى لو عادي يعني ما في حد قاعد وهو مستريح، يعني انت بتقعد كده وذاك يعني طوال يقعد في صدرك يعني كده حرفيا. يعني ما في حاجه، ما في مسافه حتى ممكن لكم سنتي، يعني حرفيا الناس كده متلصقه على بعضها، متلصق عديد. الحال ده يعني ال 12 ساعه بعدها على طول يعني جابونا كده في محل يعني هو كمان يعني بناء وكده. المهم الناس هناك نزلت واللي سير وجاب لنا كده نظام كروسان ومعه كده يعني طاسات صغيرة بتاع الزبادي. يعني ده قالوا لنا يعني هو عشاكم. كان الناس قالت الحمد لله ده كمان اتلقى، فأخذت هذا اللي هنا أكلناه. بس في حاجة ممكن أرجع عليها لما كنا في أجدابي، اللي هي مثلا تحدث مثلا البنات كثير جدا. المشاكل اللي كان يحصل مع البنات وكده، مثلا بيضربوهم ويحصل لهم حاجات كتير. هذه حدثت في أجدابيا. إيه هذه حصلت في أجدابيا، فما أعرف. طيب احكي ماذا حدث في أجدابيا؟ اللي هو مثلا موضوع الاغتصابات وكده يعني. طيب مثلا الآن أنتم كنتم عبارة عن كنتونات تقريبا صح؟ أو هناجر؟ بالضبط إيه، عبارة عن عنبر قولي. إيه. عنبر، نعم، عنابر. في كل عنبر مجموعة من اللاجئين. بالضبط. في أحد الهناجر كان فيها عوائل. هو طبعا ماذا حدث؟ كل سمساري له يعملوا له عنبر خاص به، عرفتي؟ فنحن العنبر اللي احنا كنا فيه ما كان في ناس كثير جدا، يعني كنا بسطاء عشان السمساري حقنا ما كان عنده ناس كثير جدا. لكن ناس اللي هو مثلا مدهانه اللي قلت لك عليه، ناس هو او اللي جايين عن طريقه هو، يعني كان عندهم عنبر طويل جدا ومليان ناس كمان يعني. فكلهم في بعضهم، نساء رجال كلهم مع بعضهم. فاحيانا اللي بيجي مثلا بعد المغرب وكده يكون هو اخذ حشيش وكده، فيجي طوالي يقول يا اخي الناس قفل عليهم بيوتهم، بيطلع واحده مثلا او حاجه زي كده بيناديها يقول لها تعال عايزينك مثلا، هي اصلا مش فاهمه حتعمل ايه هناك. يطلعها ماذا يقولون لها يعني؟ مثلا يقول لها عايزك فلان، اللي هو مثلا هناك طبعا عندك حراس، كان عندنا حراس سودانيين، فاللي بيقول له ثاني امشي نادي فلانه، فسودان مثلا يقول الحراس، لها طيب هناك حراس يقفون على العنابر، على البوابات بيحرسوه. على البوابات، نعم، يعني هو تقريبا سجن سجن ولكن بس. بمسمى آخر، نعم. بالضبط. والحارس هذا ينادي على من يريد. بالضبط على الفتاة بيناديها، بيقول لها عندك اتصال من اخوك او من اهلك او كده، وهي مسكينه ما عارفه شيء. وهي تذهب معه وهي لا تدري إلى أين. بالضبط وهي مش فاهمه ماشيه فين. المهم يدخل على الراجل الليبي او يقول السمساري، وهناك السمساري على الرجل الليبي اللي هو مثلا بيعمل اللي هو عايزه معاها، وهي مسكينه خلاص مجبوره، حتى لو هي سرقت او عملت حاجه زي كده ما فيش حد يسمعها. الآن من يقومون بهذا العمل هم أنفسهم السماسرة أم يأخذهم ويعني ويعرضهم على أناس آخرين؟ لا هو نفسه الليبي، نفسه هو هو السمساري. نفسه اللي بنفسه السمسار يفعل ذلك. بالضبط اللي هو بكره مثلا بيجي وبيطالبها تدفع عليه 1500 او 1600 دولار. يعني حتى لا يعفيها من المبلغ بعد أن يرتكب لا جريمته. ما في حاجه اسمها اعفاء، يعني بيعمل اللي هو طيب أستاذ عايزه. أحمد، هل بينهم إريتريات؟ كلهم اريتريات، حتى كان في اخيرا كان في اثيوبيات، يعني اغلب الناس يعني كانوا اريتريين للاسف. حتى كان في كمان اثيوبيات من الاورومو وكده يعني.
طيب حصل معاهم الآن نفس بعد ما ذهبت الفتاة الأولى وعادت إليهم وعلم الجميع ماذا حدث مع هذه الفتاة؟ ما بالضبط. عرف حاليا اغلب البنات طبعا ما يكون عندهم شخص معاهم مثلا راجل او حاجه زي كذا. هي مثلا تجي مع صاحباتها او اصحابها، يعني ناس عاديين معارف كذا، أيوه. ما يكون مثلا يعني شخص مسؤول عليها او بيعمل حاجه عشان، عرفتي. بس في واحد، كان في واحد هو نظام يعني نظام قس، كان معاه زوجته. فده المره الاولى حصل معاها كده. المره الثانيه كمان ناداها يعني السوداني، قال لها تعالي. فالرجل قال لا خلاص انا ما بديكم مرت المره دي. المره طوال طلعها منه بقوه. يعني الرجل السوداني طيب طلع عندما الواد. رفض ماذا حدث؟ ايه الواد طلعها للبيت بقوه، يعني قال لها تعالى اطلع. بقوة. طيب ايه الآن هو عنبر، يعني هذا الشخص الأرومي الذي ذكرته هو ليس وحده، معه رفقاء آخرين، والكل اكيد يعلم عمر. أن هذه الفتاة تؤخذ لا تغتصب، والجميع ينتظر، يعني لا توجد أي ردة فعل، فقط زوجها بالضبط، يعني الكل خايف على نفسه. خايف على نفسه. نعم، ولكن الحارس، كم هم الحراس؟ هم ثلاثه مع الرجل ثلاثة اللي حراس أربعة. مسلحين، والباقي الذين في العنبر كم عددهم؟ اكثر من 100. أكثر من 100، بالضبط. وتسحب منهم الفتيات واحدة تلو الأخرى، والجميع مستسلم، لا توجد أي ردة فعل. هو المره الاولى طبعا ما في حد بيعلم انه حيحصل ايه، عرفتي. يعني بيقول نعم، أنا عليها أتحدث تعالي عن عندك المرة اتصال من الثانية اهلك. الذي علم الجميع أن حدث كذا مع هذه الفتاة. بالضبط، بيعرفوا هم حصل معاه كده. بس زي ما قلت لك يعني اي واحد خايف على نفسه وما فيش حد بيحرك ساكن. يعني كل واحد بيخاف على نفسه ومش عارف هو اصلا يعني حيحصل معاه، بيقول لك يا خلاص ايه مالي ومالها مثلا يعني. فيومتها المهم الراجل طلعها، بس بعدين الراجل يعني راجلها هو لما قفل عليه الباب يعني كان بيضرب الباب وكده بقوه وكده. بس بعدين قال الراجل ده ممكن حيجيب لي مشكله. المهم فك المره ورجعت لراجلها يعني في المخزن. يعني المره دي ما حصل معي اي شيء. بس كمان ما وقف من المره دي، يعني شاف مره ثانيه نادى عليها. والمره الثانيه دي عندها ولد صغير معاها طفله. فلما جاب على البيت او المكان قال له يا اخي انا عايز كده، قال له. وهي طبعا بالاول ما بتعرف عربي. والمهم عملت هي فهمت ان الرجل عايز كده. فبعدين قالت يعني اتكلمت وكده، عملت كانها مريضه وكده. فالرجل جانا احنا في البيت واخذ مننا واحد عشان يترجم له. هو افتكر ان هي مش كمان فاهمه وحاجه. يأخذ ها مترجم، ياخذ مترجم ايه. يعني هو والمترجم يذهب وهو يعلم أن وظيفته أن لا، يترجم لاغتصاب الفتاة من بني جنسه. هي الفكره بالنسبه للي بكده. بس للشاب اللي طلع مننا ما يعرف لانه حاجه ثانيه، يعني دي مره ثانيه، عرفتي، ما نفس آه. اللي حصل معاه المره الاولى. أيوه. طيب. ف... فلما جاء قال لي يا اخي انا المره دي يعني كنت باكل لها ابنها، بجيب لها مثلا يعني حفاظات، بجيب لها مثلا حليب النيدو. فحاليا انا سالت عايز منها كده وهي مش عايزه تديني. فالراجل طبعا استحى كيف يقول مثلا لاريتريا ولاخته مثلا يقول لها الراجل عايز منك كده. المهم اتكلم معاها كلام عادي زي ما تقول يعني سلام وكده. بعدين رجع له قال لي يا اخي المراه مريضه بتقول لك انا مريضه مش قادره اي حاجه. فالراجل تقريبا كده خاف على نفسه قال له خلاص يلا يلا خذ طفلك وامشي بالله بالله. فالمترجم يعني هو انقذها يعني الحمد لله، عرفتي. ده حصل لاثنين ارتريات. في واحده كمان كانت بنت صغيره هي من اثيوبيا. طبعا المره دي يعني اللي احنا دخلنا كلنا في البيوت وقفل علينا البيوت وطلعها هي. وتقريبا يعني كان في باص خربان يعني مقرش هناك يعني ما يشتغل. المهم نحن كنا بنشوف يعني بيحصل ايه وحاجه زي كده، يعني ما بنشوف بس بنسمع صراخات وكده. والقصه صغيره طبعا مش هنا يعني. فده من الاشياء اللي كم كانت. عمرها تقريبا؟ والله اعتقد 19 20 كده. قاصر يعني. قاصره يعني شيء زي كده. طيب. فدي كمان من الاشياء. والجميع كان يسمع الصراخ ولا؟ اكيد الجميع يكون سامع اذا حد كان في فاتح الشباك وكده. نحن كنا فاتحين الشباك، بيتنا كانت في الزاويه فنحن كنا بنسمع كل الاشياء دي. فدي كانت من الاشياء المؤسفه والمؤلمه اللي كانت تحدث في ايدابيا بطرف يعني من طرف الليبيين.
اللي هم السماسرة. أريد أن أتوقف هنا قليلا على نفسياتهم أو رأيهم، يعني الناس التي يعني أخذت من وسطهم الفتيات وعادوا إليهم، كيف يكون يعني شعورهم أو ماذا يتحدثون؟ أم أنهم تحت الصدمة والكل لا يتحدث؟ كيف يكون الوضع؟ تكون تحت صدمة أكيد، ممكن يمشي معاها أسابيع أحيانا لا تتكلم ولا تعمل أي حاجة، إن هي تخاف أحيانا ممكن تطلع قدام الناس مثلا لا، أنا ما تعطي أتحدث عن الضحية نفسها، أنا أتحدث عن عن الناس الثانيين اللي هم زينا نعم مثلا. نعم. الواحد ممكن للحظة إنه هو يشعر بالهناية، يعني إنه شيء ده مش طبيعي خالص. بس بعد مرور يوم يومين وكده بتتفهم انك انت الحاله اللي فيها، ويكون معك كانه شيء يعني مش طبيعي. مش هقول طبيعي، هو اصلا مش طبيعي يعني، لكن بتتاقلم مع الوضع. عرفتي؟ تصبح يوميا، يعني كل يوم ياخذون ضحايا. بالضبط، تحس كانه يعني شيء بتتعود عليه وانت يعني بتتاقلم معاه وكده. لكن هو اصلا وكيف تكون نفسيات الفتيات؟ يعني ماذا يصنعون؟ يعني كل واحده تنتظر دورها. على الغالب هو كده، بس احيانا يعني هم بيحاولوا انهم يطفوا على السريع ويتخرجوا من المكان يعني. فدي كانت ممكن من الحاجات اللي هو الواحد ممكن يستعجل، خاصة البنات يعني ما كانوا يقعدوا كتير. إذا قعدت هي مثلا أكثر من أسبوع ده ممكن يعني احتمال كبير يحصل معاه كده. ده طبعا في المخزن اللي احنا كنا فيه. أحيانا ممكن في ناس بتختلف، في مخازن ممكن بتختلف يعني. طبعا أنا ما بعرفش كل المخازن كان بيحصل فيها إيه، بس ده اللي حصل عندنا، وبصفة عامة ده بيحصل في كل حتة. يعني ما في لا يوجد مثلا تفكير إنه نهرب مثلا؟ ما في طريقة، هو التفكير موجود بس ما في طريقة تهرب كيف. أحيانا أنت محاط بحراس يعني. نعم. ما بتطلع الا لوجبه معينه اللي هي الفطور الساعه 11 كده وبعد المغرب. يعني انت تطلع من الغرفه او من العنبر مرتين في اليوم. عرفتي؟ بعدها انت مقفول عليك الباب. الشبابيك اللي هناك فيه حدايد كده، اذا جاك اتصال يعني التليفون تاخذه من هناك، ما في حد يفتح لك باب. بالضبط، ما فيش حد يفتح لك. وفي معاك الاترين اصلا بيحرسوك في بعض المزارع او المخازن، ما بيطلعوك، رغم انك انت مثلا يعني المفروض هم يفتحوا لك المجال وكده، بس هم كمان بيخافوا على نفسهم وما يطلعوك يعني، بيحبسوك كده. وهم طبعا الاوامر تجيهم من السماسره اللي هم من فيهم رجلين السماسرة فيهم الكبار. نعم. ايه، بيقولوا لهم ما تطلعوا اي حد. والشخص مثلا ما يكون عنده قروش فهو بيحرس مثلا هناك بشهرين 3 شهور، وبعدين ممكن بيسافر بلاش لايطاليا. اخر حدث اللي هو حصل بعدنا، بعد ما نحن مشينا من انه حصل في محطه هروب، يعني في ناس هربوا من هناك. احنا يعني كملنا إيدابيا واتكلنا على الله لطرابلس. يعني محاولة الهروب اللي هي حصلت بعدنا، يعني بعد ما نحن رحنا من طرابلس، انه انا لما وصلت مدينة سبراتا اتصلت على صاحبي اللي خليته انا في إيدابيا، فقال لي انه حصل عندهم في ناس هربت منهم وكده يعني. فالهروب كان تقريبا حسب ما يعني قال لي هو انه كان بعد ما الناس تعشت كده بعد العشاء، انه ما يعني لقوا فرصه انه بينطوا بالحيطه وبيمشي يعني. تقريبا برضو مش كانوا كتار، حوالي 5 أو 6 شخص يعني. نرجع للحكايه بتاعتي، انه لما وصلنا نحن كيف تمكنوا من الهروب؟ يعني من البوابه؟ لا، هم نطوا بالحيطه يعني، اخذوا من نعم، مروا عبر الحيطه يعني، تطلقوا للحيطه ونطوا من هناك ومشوا. الان طيب، الان هم في داخل اجداب، يعني هذه المناطق هل هي بعيده عن المدينه؟ يعني من نجا وهرب هل يمكنه ان يستمر ام انه يضيع في الصحراء؟ على الاغلب مش هيضيع، لانه نحن اللي كنا فيها مكان قريبه من السوق. نعم. يعني من كل الاتجاهات هي قريبه من السوق. وحتى كان في هناك زي ما بتقولي جاليه سودانيه، بس هم بيسموها جنسيه سودانيه. فاذا انت ممكن عادي بتتكلم عربي، حتى غير ما تتكلم عربي، اي شخص ممكن هناك عادي بيجو يعني بيمشي هناك وبيلقى اخوه. عرفتي؟ يعني الناس هناك فيها نظام سوق سودان يعني، حتى مطعم وكده يعني. فالناس انت كشخص مثلا ما مش عارف تمشي فين، لما تجي هناك بتلقى اخوك، سواء كان اريتري سواء كان اثيوبي سواء كان صومالي، حتى باقي الافارقه يعني اللي هم زينا بيلقوا هناك اهلهم وكده. ماذا عن ما يحكى ان البعض يصبح فريسه للحيوانات المفترسه في الصحراء؟
طبعا هنا بيختلف. طالما الكلام انا كان في ايجابيه، على الاغلب ده ما يحصل لك، لانه الله اعلم، اذا ما اعرف اذا المخزن ممكن يكون بعيد جدا او في خلا وكده، وقتها اكيد حتكون فريسه، سواء كان للحيوانات الطبيعيه او للبني ادمين اللي هم نفسهم حيوانات اصلا. يعني اذا لقوك بيشغلوك بالبلاش، او ممكن يبقى سمسار ويبيعك لحد ثاني وكده يعني. فانا كلامي طبعا عن المخزن اللي احنا كنا فيه. بس بصفه عامه على الاغلب احيانا بيكون حظك سيء، فممكن تقع انت في شخص اللي هو مثلا ما عنده ادميه او انسانيه، فبيشغلك وكل شيء، او يكون شخص مثلا سمساري يبيعك لحد ثاني وبياخذ فيك 1000-2000 دولار. حاجات زي كده بتحصل كثيره جدا. كنا نشاهد فيديوهات عرض البيع، بيع عبيد هكذا، وفيديوهات مصوره موجوده. عن هذه الاحداث. ده كله كمان موجود، يعني ان هم مثلا بينزلوك بضاعه حقيقي موجود يعني. من اين ياخذون هؤلاء المهاجرين؟ من اين يتم اكيد بياخذون من المخازن او بيلقون في الشوارع. يعني هو واحد مثلا بيهرب من شخص وماشي لاخوه او ماشي لمدينه، اذا كان حظه سيء بيقع في حد ثاني، وده ممكن بيبيعه، بيحبسه عنده في البيت يعني بمفتاح وقفل، وبيحبسك وبيصور وبيعمل اللي هو عايزه، وانت ما عندك اي يعني حاجه تتصرف بها، لان انت باحث عن السلام، مش باحث عن مشاكل او حاجه زي كده. فبيحصل لك انك انت احيانا بيبيعوك، بيشتروك وكده. احيانا كمان يبيعوك من سمساري لسمساري. مثلا انت سمساري، نقول انا جاي عن طريقك انت، وانا ماشي ممكن ثاني حتى في ليبيا ذاتها في اختطافات يعني للناس، يعني عشان الناس تشتغل لنفسها، فبيختطفوك وطوالي بيجيوك على محل ثاني، تدفع مرتين او 3 مرات، يعني بيطالبوا فيك حوالي 4000-5000 دولار. يعني وقتها انت ممكن ما يكون عندك. وعلى الاغلب ما فيش يعني. بعد اجدابيا طبعا الرحله كانت لطرابلس، يعني الوجهه كانت طرابلس. بس حصل علينا نحن زي ما تقول مقلب، اللي هو نحن المفروض نمشي طرابلس، بس هم وصلونا لمدينه سبراتا، اللي هي انطلاقه يعني من هناك، اللي هي على شاطئ البحر. يعني هناك هم بيودوك على ايطاليا. والوقت كان طبعا وقت شتاء، اللي هو شهر 3. فطبعا البحر صعب، ممكن احيانا 1-2% ممكن الباخات تطلع في الوقت هذاك يعني. فنحن لما وصلنا في الشاحنه اللي هي مرضومه يعني الان عفوا استاذ احمد، الان ركوب البحر له فترات محدده. صحيح، له فترات محدده، اللي هي تبدا في الصيف، يعني فتره الصيف، حيث يكون البحر هادئا. نعم. وما يكون فيه الريح وما يكون فيه امواج وكل شيء يعني. الدنيا وهذا متعارف بين جميع المهربين، متعارف بين جميع السماسرة وكل شيء. حتى الشخص اللي عايز مثلا يجي على اوروبا يحاول انه يجي في الوقت هذا يعني. عشان كده في 2000 من 2012 لحد 2015 يعني وقت الصيف في ليبيا كان موجة مش طبيعية. يعني المهاجرين ممكن لو ما خرجوا يعني كل ليلة أقل حاجة 3-4 باخرات يعني من كافة اتجاه ليبيا يعني. فوقت الصيف هذا يعني وقت الذروة بتاع هناك. فنحن وصلونا في شهر 3 لمدينة سبراتا، على أساس نحن نطلع على البحر يعني نمشي إيطاليا. بس نحن فكرتنا كانت غير، يعني نحن المفروض نمشي طرابلس ونقعد هناك لحد شهر 6، وبعدها نمشي في الجو لما يكون تمام والبحر لما يكون هادي. فلما وصلنا سبراتا يعني في الشاحنة اللي هي كانت يعني معبية بالمواد الغسيل، وصلنا سبراتا، ومن سبراتا لقينا نفسنا نحن على البحر. طوالي قلنا يعني سألنا السماسرة اللي كانوا هناك، قلنا لهم يا أخي في شنو، نحن وين؟ قال لنا أنتم في مدينة سبراتا، ومن هنا حتحولوا للبحر وحتمشي إيطاليا. فنحن طبعا كنا 3 أشخاص مع بعض، قلنا لهم يا أخي نحن مش ماشيين بحر حاليا نحن عايزين نقعد في طرابلس ونشتغل، وبعدين ممكن أصلا نحن ما فاكرين نمشي إيطاليا يعني. لأنه لو فكرت تقول لهم يا أخي أنا عايز أمشي بعدين وكده، ممكن احتمال ما يطلعوك من المزرعة أو ما يطلعوك من المخزن اللي أنت فيه. بيقول لك يا اخي حول وخلاص، يعني ادفع قروشك وتوكل على الله، يعني امشي البحر وكده. تحس كانه في شغله الجبر، لانه هو اصلا مش عايز يخسرك.
لما نحن عرفنا انه الموجودين مع الناس دولار يعني اللي هم مثلا السماسرة الاريتريين، فقلنا لهم يا اخي نحن ما ماشيين بحر، ما ماشيين بحر، نحن مش عايزين نمشي طرابلس. فطبعا نحن قلنا لهم بنعامروا كده. فالليبي طبعا عرف ان نحن قال ايه انتم ناس الجنسيتين. ففي ليبيين طبعا بيحكوا لهم بيعرفوا ان في ناس البنعامر بيقول عليهم ناس جنسيتين يعني اريتريا والسودان وكده. فنحن قلنا له يا اخي مش ماشيين، ما عايزين نمشي. اذا الاريتري بالنسبه للليبي هو مقسم. الاريتري والصومالي بالنسبه للليبي مكسب يعني لازم بيربح فيهم قروش. في حكايه ممكن بعدين نجيها في مساله السجن، بعدين ان شاء الله نحكيها. نعم. يعني نوريك كيف الفرق بين الاريتري والصومال وباقي اللاجئين. وباقي الجنسيات. نعم بالضبط باقي الجنسيات يعني. فلما عرفنا ان احنا الموضوع متعلق بالبحر وكده قلنا يا اخي نحن ما ماشيين البحر، نحن عايزين نمشي طرابلس ونشتغل هناك. فقعدنا هناك حوالي اسبوعين. هم قالوا لنا عشان تطلع من هنا ادفع $200 يعني بمجرد انك انت دخلت مخزن وعايز تطلع منه تدفع $200. مش انت لا اكلت منه ولا شربت ولا اي حاجه، انت قاعد تتكلم في نفس اليوم اللي جيت فيه وتقول لهم انا عايز اطلع ما عايز اقعد هنا. بيقول لك عشان تطلع من هنا وتمشي محل اللي انت عايزه ادفع $200. احنا قلنا لهم يا اخي ما ندفع، ما عندنا $200. قال لنا خلاص ما عندكم $200 تقعد هنا، يعني تشوفوا حظكم تقعد هنا بس تاكلوا وتشربوا وتحولوا قروش وتمشي البحر غصبا عنكم يعني. خلاص نحن فكرنا يعني قعدنا حوالي اسبوعين. بعدها فكرنا ان احنا نكلم الليبيين. طبعا زمان كنا كلمنا السماسرة الاريتريين الموجودين معانا، والاريتري طبعا عايز يربح فيك رغم انه هو اريتري زيك يعني. يعني السمسار الاريتري يساهم في بيع ابن جلدته. بالضبط يساهم في بيع، يتفاوض فيه ايضا، بيتفاوض فيك وعايز يربح فيك في اي حاجه انت تعملها. يعني اي حاجه عملها لك طوالي فيها مقابل، ما في حاجه بالبلاش. الاكل اللي انت بتاكله ده بتدفعه في القروش اللي انت هتحولها بعدين. وبالدولار. لو هو شخص مثلا طلعك من مكان وحاجه زي كده بياخد فيك احيانا دبل، تدفع دبل الشيء اللي انت اخذته. المهم بعد ما حصل كده قالوا لنا ادفع $200 عشان تطلع من هنا. قلنا لهم خلاص اوكي ما في مشكله. نحن مشينا كلمنا الليبي، احيانا في الليبيين يجوك هناك بيشوف يعني حاصل ايه وكده. قلنا له يا اخي نحن ناس سودانيين وما ماشيين البحر، نحن ماشيين ناس طرابلس، يعني ماشيين على طرابلس عشان نشتغل هناك. طبعا المكان اللي كنا فيه بمعنى يعني عندما تقولون نحن سودانيين بمعنى اننا لا نريد الهجره ولكن نريد ان نعمل. حتى لو قلت انت انا سوداني في ليبيا عندك مكان خاصه، يعني مش زي الناس الثانيين. نعم السوداني نعم مقرب للليبي. بالضبط. يعني لو قلت سوداني عندك حاجه يعني شويه انت احسن من الناس الثانيين، يعني عايزينك تخدم عندهم عشان انك انت بس تتكلم عربي وبتفهمهم وكده. المهم هم يعني السوداني بالنسبه للليبي شويه عنده شويه مكانه يعني. فنحن بنستخدم المكان هذا عشان نتخارج يعني. فلما كلمنا الليبي قلنا له يا اخي نحن سودانيين وعايزين نطلع من هنا، ايه الطريقه وكده. نحن لما قلنا له كده هو طبعا فرح، قال انتوا سودانيين؟ قال قلت خلاص تخدم من عندك. قال لنا قلنا له ما فيش مشكله، المهم نقطع من هنا ونخدم عندك. اول يوم جاب لنا عجوه وحاجات زي كده. المهم قال لغايه ما تطلع من هنا اكل هذا، وكده عملنا برانا في نفس المكان اللي كنا فيه. طبعا بعد اسبوع طلعت الباخره، يعني الناس اللي كانت محوله قروشها وعايزه تسافر على ايطاليا جهزوهم في ليله، وكل واحد عملوه يعني كل شخص دافع لحاله وكل اللي ما دفع براه يعني. كل شخص براهم يعني كل طيب فيها. الان هذا ليس موسم صيف، كيف سيعبرون البحر؟ في شهر 3 4 5 يعني ابتداء من شهر 3 احيانا يشوفوا هم بيتابعوا الاجواء الارصاد، يعني تكون ربما يعني اكثر مخاطره او يكون اكثر عرضه للخطر. هي مخاطره يعني مش هناك كمان. هو في جميع الاحوال هي كلها مخاطره، ولكن اقصد انه مثلا في هذا الموسم يكون اكثر عرضه للغرق والامواج او الريح عن باقي مثلا الشهور. بالضبط هذا اللي بيحصل فيها. فهم احيانا بيتابعوا وكده بيقول لك يا اخي الليله مثلا كم ساعه، مثلا 6 7 8 ساعات البحر حيكون هادي وكده. فهم يقول لك يعني شوف حظك توكل على الله. فاحيانا بيخلي الباخرات تطلع في وقت زي كده. فاغلب الباخرات ممكن تغرق وحاجه زي كده.
وفي باخرات كمان تخش يعني. المهم الناس اللي كانت دافعه في شهر 3 اللي هو كان نهايه شهر 3 كمان، طوال يا اخي في ليله كده جهزوهم وقال لهم يا خلاص اطلعوا واحد واحد، طلعوهم على القيفه واخذوهم. ونحن اللي ما كنا دفعنا خلونا هناك، معانا طبعا شباب كتار جدا. في نفس الليله نحن طوالي الثلاثه الاشخاص اللي قلنا سودانيين وكده عملوا لنا برانه وقال لنا انت اقعد هنا، والناس الثانيين اخذوهم وودوهم محل ثاني. لانه نحن لما سالنا الليبي قلنا له يا اخي نحن عايزين نطلع من هنا ونشتغل، قال لنا انتم تشتغلوا عندي. والمكان اللي كنا فيه كان يعني ايام قذافي كان عباره عن منتزه شاطئي، يعني الناس كانت تصيف عليه وكده. بعدين لما حصلت الثوره حصل فيه خراب وساقه وكل شيء، يعني في حاجات خلوها كده ممكن هربوا وكده، وفي ناس جات مسكت المكان وكده يعني. فقال لنا انتوا طالما عايزين تشتغلوا تقعدوا هنا معانا تنظفوا المنتزه ده وتعملوه تمام، وممكن عادي بعدين تمشي شنو لو عايزين تمشي ايطاليا تمشوا بلاش، يعني ما تدفعوا ولا مليم احمر. قلنا لهم خلاص اوكي ما في مشكله اتفقنا نشتغل عندكم، ونحن اصلا ما ناس بحر، لانه ما في ضمان انك انت تقول للليبي يا اخي انا عايز امشي البحر، ممكن ما يخليك، ما بتعرف يحصل لك ايه. فنحن قلنا لهم مش ماشيين بحر ولا اي حاجه، بس نخدم عندك ننظف لك تدينا حقنا. قال لنا اوكي. باقي يعني ثاني يوم الصباح كده طلعنا جاب لنا فطور جبنه وعيش وكده، المهم فطرنا وبعدين قال لنا خلاص يلا نبدا نوريكم يعني نعمل كده دوره يعني جوله عن الحاجات اللي انتم حتعملوها. قلنا له اوكي. طوال طلعنا وشفنا المكان كله عايز عباره عن تنظيف وكده وحاجات يعني متجدة هنا وهناك. قلنا له خلاص اوكي. قال لنا حاديكم يعني في كل شهر نفر 200 دينار. احنا كنا 3 اشخاص. طبعا وقتها يعني وقتها اليوميه في ليبيا كانت اكثر من كده، يعني الشهريه اقل حاجه كانت ب 600 700 دينار، حتى كمان يعني تصل 1000 دينار، يعني اللي هو الاعمال حره مش تخصص او كده يعني. المهم قلنا له كان احنا في النهايه عايزين نهرب، يعني ما عندنا اي خطه نشتغل لا مع الليبي ولا مع اي جن. طوال قعدنا يومين لغايه ما الواحد يفهم انه الواد موجود فين وكده. بعد يومين قلنا له يا اخي عايزين اتصالات نشوف اهلنا ونتصل عليهم وكده. المهم يوم كده ادونا تليفون شريحه كده قعدوه معانا يوم كامل. طبعا احنا اتصلنا لناس طرابلس وقلنا لهم يا اخي احنا موجودين في مكان كده ومش عارفين اسمه ايه وكده. المهم قال لنا خلاص انتوا يعني لما تطلعوا هناك لو شفت ليبي وكده اسالوه من المكان اللي انتوا فيه وحاجات زي كده، يعني خذوا منه التفاصيل بتاع مكانكم عشان احنا نعرف انتوا فين، وبعدين ممكن اذا في طريقه نجيب لكم سمساري او شخص تبع يعني صاحب تاكسي هو بيشيلكم وبيجيبكم علينا في طرابلس. قلنا لهم اوكي. هذا الذي تواصلتم معه هو سمسار إريتري؟ هذا سمسار إريتري كمان. هو نفسه من كان معكم منذ البداية، يعني منذ أجدادكم؟ لا ده واحد ثاني. هو اصلا هذا ما هو كان سمساري، اللي احنا اتصلنا عليه كان صاحبنا، يعني ما سمساري. بس في النهايه هم حتى اصحابك ممكن هم ما يقدروا يعملوا لك شيء، لانه اوريدي لا يعرف صاحب تاكسي ولا يعرف اي حاجه. على الاقل يوديك لسمسار، يعني اذا هو صاحبك بيوديك مثلا سمسار كويس، يعني لا ياخذ فيك اي حاجه، ممكن بيدفع عليك حق التذكره وبعدين يقول لك اديني حقي، يعني ما في مشكله. وده اللي حصل عندنا نحن، لانه صاحبنا جابنا على شخص هو كويس، يعني الحمد لله، يعني دفع علينا 150 دينار بتاع تاكسي وبعدين احنا اديناه حقه وكده تخارج مننا يعني. فنحن قبل ما نتصل على صاحب التاكسي المهم قعدنا يومين نشوف اوضاع البلد واخذنا التفاصيل وعرفنا ان احنا فين وعرفنا المدينه والمكان وكل شيء. اتصلنا صاحبنا وقلنا له يا اخي نحن موجودين في مدينه كده، وهو خلاص شاف السمسار وقال لي يا اخي عندي اصحاب موجودين في حته كده وعايزين يجينا. قال لي خلاص عندنا واحد في المدينه ديك نفسها وممكن نديهم رقمه ويتصل عليه ويتفاهم هو يعني كيف يجوا كده لطرابلس. المهم ادانا الرقم واتصلنا لصاحب التاكسي وقلنا له يا اخي نحن موجودين في مكان كده وعايزين نمشي طرابلس. قال لنا اوكي بكره الصباح انا القاكم ان شاء الله في يعني قبل صلاه الصبح او بعدها القاكم في السوق وكده. قلنا له اوكي. وماذا عن اجرتكم؟ اخذتم اجرتكم عن العمل الذي اديتموه؟ لان احنا اصلا ما اشتغلنا، هي يومين يعني عملنا فيها شويه نظافات وكده ومش محتاجينها اصلا، احنا المهم عايزين نتخلص من الرجال دول يعني. يا فالمهم طبعا الليبيين يعني عندهم عكس، يعني ليلهم نهارهم ونهارهم ليلهم، يعني الواحد كل النهار بينوم عشان بعدين
الليل كله بيسكروا وعندهم العاب ناريه بيلعبوا بيها زي وقت يعني، بيلعبوا معاه زي سيجاره الدخان، هو بيدخن يعني في كل وقت، ما عندهم اي مشكله. النوم بتاعهم او الليل حقهم يبدا من الساعه 4 5 صباحا، ونحن طبعا نعرف يعني وقتهم وكده. فلما بقى الساعه 5 ولا كده خلاص نحن جهزنا ملابسنا وكل شيء ولبسنا. الدنيا كان شويه برد واخذنا جاكيتات وكده، هم كانوا يا دوب ادوني جاكيتات عشان نلبسها وكده يعني. طوالي طلعنا بالحيطه ورحنا السوق يعني. طبعا القيفه كانت شويه بعيده من السوق، المهم كان في اشجار وكده، وعلى ضفاف النهر، على ضفاف البحر يعني. دخلنا على السوق واتصلنا لصاحب التاكسي، قلنا له يا اخي نحن موجودين كان في مستشفى يعني كنا قريبين منه. قلنا له يا اخي نحن موجودين في كده. قال لنا اوكي جايكم. بالاول طبعا ابى يرفع علينا حوالي 3 4 مرات، ابى يرفع، حاولنا تقريبا يعني الواطه قربت تسبح علينا. ولو الواطه لو كان سبحت من كان حصل لنا مشكله، ممكن تقع في اي ليبي، ممكن هو طوالي بيحشرك معاه ويوريك الويل يعني. فبعدين يعني قبل ما تطلع الشمس او قبل ما تطلع تسبح الوطاء يعني اتصل علينا وقال لنا خلاص معلش انا جايكم وكده. قلنا له اوكي. المهم جانا على طول قال لنا انت ايه؟ قلنا له نحن سوارين. قال لنا عندكم جوازات؟ قلنا له لا. قال لي خلاص حتكلوا على الله، اذا قبضوكم خلاص مشكله، اذا ما قبضوكم كمان انتم حظكم. احنا قلنا له انت مش حتمشي بمكان غير بين. قال حاعمل حاول وكده، لانه هم اصلا في البدايه يخوفوك كده عشان تبقى خايف انت. غير كده هم اصلا شغلاتهم، الواحد عارف ان انت ما عندك اي اثبات، فدائما بيمشي بطريق ما في اي نقطه تفتيش ولا حاجه زي كده. المهم من سبرات جابنا طرابلس. في طرابلس استقبلنا سمساري واد اسمه حسن، وطوالي استقبلنا هو وقال لنا يا اخي انا دفعت لكم كده، فانتوا لما تحولوا قروش هتحولوا لي السمسار هذا اريتري ام ليبي؟ اريتري. هذا اريتري اسمه حسن. للاسف الواحد ما يعرف اسماء ابهاتهم كده، فالواحد لما يمسك الاسم الاول خلاص، احيانا يكون اسم مستعار احيانا يكون اسم اصلي. ده بس حسن ده اسمه الحقيقي وما مستعار وكده. فطوالي قال لنا خلاص انا دفعت لكم 150 دينار هتدونا حقي وكده. قلنا له اوكي ما في مشكله. قلنا له احنا عايزين نمشي البحر بس خلاص اوكي طالما انت كده. قلت لنا احنا نمشي عن طريقك انت. فطبعا يا دوب شهر 4 جاء والناس كانت تجي لهناك يعني، يا دوب الموسم حيبدا يعني شهر 4 5 من هناك يبدا الموسم. المهم قعدنا في الفلاح يعني في طرابلس، في حي اسمه الفلاح يعني عماره كبيره فيها كافه الجنسيات، فيها سماسرة أكثر من 4 ولا 5 يعني. كل سمسار له قول ممكن نظام الشقة يعني، أو صف معين من هناك من البيوت كده مؤجرها يعني هناك، فبيدفع عليهم هناك بياكلهم بيشربهم ومن هناك يوديهم البحر يعني. المهم جينا السمسار حسن وقعدنا معاه حوالي شهر ونص. بعدين حولنا يعني أي واحد شهر دفع كامل؟ شهر ونص ممكن أكثر، من شهر 4 لحد شهر 6، قول شهرين ممكن ذات يعني. المهم بيصرف عليكم كل شيء، بس بعدين تحولوه حق يعني. يعني القروش انت مثلا تحول 1600 فيها كل المصاريف وكل شيء. فطبعا الباخرات تختلف، في باخره صغيره يعني اللي هي شيء معقول، وفي باخره صغيره اللي هي بتاع عباره عن بالون يعني عباره عن بلاستيك وكده. هل هناك قوارب مطاطيه ولا؟ هي الباخره الصغيره اللي بيقول عليها الباخره الصغيره، القوارب المطاطيه اللي هي بيض عرفتيها، احيانا بتكون بالشاهد ياخذ وسائل الاعلام. وفي باخره يعني شويه حاجه معقوله فيها، ممكن السطح بتاع خشب ومن تحت مفتوحه وبفوق كمان هنا يعني. دي شويه معقوله، دي ممكن تدفع عليها 1600. والباخره اللي هي القارب المطاطي هذا بتدفع عليه 1600 دولار امريكي. 1600 دولار. والقارب المطاطي تدفع عشانه 1000 دولار. حاليا في الصيف القارب المطاطي ما فيه مشكله يعني، ممكن عادي بيوديك ايطاليا وكل شيء. بس في بدايه الصيف او بعد انتهاء الصيف ده فيه مشكله، رغم انه حتى في الصيف كمان فيه مشكله احيانا. وانت ماشي الماء بتخش على القارب. طبعا القارب فيه خشب يعني محطوط خشب في القارب يعني، انت قاعد فوق الخشب، فاحيانا الميه بتخش عليك وبتبل الخشب والخشب يبدا يتكسر، وقتها انت راحت عليك. القارب ممكن يجي كده على بعض يتقلب عليك انت. كم عددكم في القارب الواحد؟ القارب اللي احنا اخذناه كان عددنا 108 ولا 109 شخص. هل تتذكر سعته يعني كم في كم متر مربع؟ تقريبا الطول كان حوالي 12 متر. 12 متر؟
ايه الطول كان 12 متر على ما اعتقد، والعرض كان ما اعرف بالضبط كم، بس لكن حوالي 5 6 متر. 150 لا راكب. نحن كنا 109 شخص او حوالي 110. 110. نعم. بينكم عوائل ام كلكم ما عوائل، كان في نساوي وكان في شابات وكان في شباب وكان في رجال شباب؟ كبار. نعم. لا في ما كان في، في نساء لكن فتيات شابات، حتى كان في نساء كبار كمان. ونساء سيدات. سيدات يعني. ده طبعا القارب ده اخذناه في شهر 6. هل ترتدون سترات النجاة؟ يعطونكم سترات نجاة؟ لا نحن ما كان عندنا وقتها، نحن ما كان عندنا اي ستره او ما كان عندنا اي حاجه ممكن بتقينا من النزاع، لا قدر الله اذا حصل اي حاجه. ما كان في شيء الا اذا الواحد ما يعرف يسبح، يعرف يحوم او يعرف طيب يسبح. انتم لا تطالبون او لا تسالون السمسار نريد سترة نجاة؟ هو لو السمسار لو ما جاب لك براه، حتى انت لو سالت ما في حد بيعطيك. يعني ده انتم الان في يد السمسار يفعل بكم ما يشاء. بالضبط. ده بيعتمد على السمسار، اذا هو شخص كويس وفاهم وممكن عايز يعمل لك حاجه كويسه بيجيب لك. غير كده حتى انت لو سالت ما فيش حد، لان السمسار الكبير او الشخص اللي انت دفعت له ال 1600 دولار او ال 1000 دولار انت ما بتعرفه الا بالاتصال. وانت لما تتصل، لما تمشي القيفه بتاع البحر احيانا ما في اتصالات، لانك انت خلصت يقول لك ما في قروش تطلبها منك، ما في حاجه تطلبها منك، يعني انت خلاص هناك جاهز عشان تمشي البحر. فاحيانا ممكن التلفونات يشيلوها منك، الا لو قدر الله اذا في شخص ما دفع او في ناس ما دفعت، وقتها يكون عندكم طيب تلفونات. الان الانسان المهاجر كيف يصل الى الشخص السمسار او هذا ما تسمونه سمسارا؟ أه والله عن طريق اصدقائك، عن طريق اخوانك، عن طريق السماسرة الليبيين اللي هم مثلا انت مثلا جاي على طرابلس، هم بيبيعوك لشخص ثاني. يعني هي شبكة، شبكه يوجد يعني. سماسرة كبار أو سماسرة كبار وهناك سماسرة صغار، وكلهم يصبون إلى السمسار الكبير. الكبير. احيانا كمان انت مثلا اذا جيت طرابلس لحالك. وكل شخص منهم يأخذ عمولته. بالضبط. كل شخص عنده مصلحه. احيانا كمان اذا انت مثلا شخص جيت لحالك لطرابلس او لاي منطقه، اقول يعني عادي ممكن بتفكر انت، يعني بتشوف بتقارن السماسرة وتقول يا اخي احسن لي مين يعني. وممكن عادي تمشي على هنا، يعني حسب معرفتك، حسب خبرتك، وحسب يعني هنا حقك، يعني حسب قروشك كمان يعني. كيف تجد هؤلاء السماسرة؟ يعني كيف يتعاملون مع المهاجرين؟ والله سمسار من سمسار يختلف. سمسار الحسن اللي كان معنا كان شخص كويس، يعني ما كان زي السماسرة الثانيين. شخص يعني كويس يعني ماذا يفعل لكم؟ اوكي، هو ما بياخذ منك حاجه مثلا غير الناس الثانيين، رغم انه الموضوع مش كويس كله، بس يعني مقارنه مع السماسره الثانيين مثلا ما يطلب فيك حاجه ما عملها لك. مثلا ما بيعذبك، حتى في سماسره ممكن احيانا ما يجيب لك اكل عشان هم يعذبوك، عشان تدفع عليهم على السريع وكده تتخارج، عرفتي؟ احيانا يومين 3 يوم ما تاكل، يقفل تليفون وما فيش حد، انت تتصل ما في حاجه يرفع لك. فالشخص ده كان يعني بيعمل لنا حاجات، يعني مقارنه مع الناس الثانيين هي كانت كويسه جدا يعني. وهل ما كان. أسعارهم تختلف؟ يعني مثلا هذا حسن سمسار جيد وسمعته كويسة لدى اللاجئين، هل يكون سعره مختلف عن السمسار السيء الذي يتعب الناس مثلا في الأكل والوجبات وكذا؟ السعر ما يختلف على الاغلب، لا. السعر على الاغلب لا، هو نفس السعر اللي هو انت تدفعه للناس الثانيين يعني حتدفعه له كمان يعني. هنا ما يختلف. حسن يعني كان كويس يعني بالنسبه لنا، يعني مقارنه مع الناس الثانيين يعني كان شيء معقول. ورغم ان هي شغله زي ما قلت يعني شغله مش شريفه ولا اي حاجه يعني، لكن احيانا يعني في ناس ممكن عندها شويه هنا يعني. فحسن ده كان معانا كويس، وبعدين دفعنا له 1000 دولار ورحنا بيها. للاسف الباخره بتاعنا ما وصلت وجهتها يعني. بعد ما نحن تحركنا في نفس الليلات اللي نحن كنا متحركين فيها، تحركوا معنا 5 باخرات. 5 بواخر. 5 بواخر من القارب المطاطي. ال3 يعني خشلوا، يعني خشوا سالمين، والاثنين اتقبضوا او اتمسكوا، يعني مسكتهم الخوافر السواحل الليبيه يعني. السواحل الليبيه. الليبية. الليبيه اللي هي واحده منهم كانت باخرتنا احنا. هذا نحن نتحدث الآن في سنة 2014 شهر 6.
2014 شهر 6. نعم. بالضبط. قبضت عليهم كفر السواحل الليبية. بالضبط. ماذا يكون مصير هؤلاء؟ مبدئيا كده هم بيروحوك على الحبس. نحن رحنا طبعا، انا كنت واحد من الناس اللي اتمسكت يعني.